السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة احنا معانا نشاط جديد ومعانا طالب متميز ومخترع جديد ومخترع من علماء المستقبل. هنتعرف عليه ونعرف هو عمل معانا ايه النهاردة. هي محمد ياسر. عملت لنا ايه؟ عامل طيارة وبيت. عامل نموذج لطائرة ونموذج لبيت. طيب فرجنا كده ازاي بيشتغل. الله، الطائرة فعلا شغالة. برافو عليك، برافو عليك. طيب والبيت، هات البيت كده وريه لنا. اطفي النور كده. الله، بصوا البيت عامل ازاي، تحفة. البيت جميل جدا، البيت جميل جدا، البيت جميل جدا. طب ايد النور. تمام، اطفي بقى خلاص. يا شباب ايه رأيكم في الحاجة اللي محمد عملها؟ طيب لو ليكوا اي سؤال. هي مصطفى، الادوات بتاعتك عبارة عن ايه؟ البيت ولا الطيارة؟ اختاروا الاتنين. البيت جبت ورق كرتون وجبت ولزقته وعملت له سلالم كده وحاجات. جبت لندا دوام من جوه ولندا وعملت له فيشه وواحد مشتغل. برافو عليك. طبعا الادوات اللي انت استعملتها كلفتك ولا خامات بيئة بسيطة؟ خامات بيئة بسيطة، يعني هو عمل إعادة تدوير لخامات البيئة البسيطة. طب بالنسبة للطيارة يا محمد عملتها ازاي؟ جبت علبة كنز خرمتها من هنا. يعني الهيكل ده كنز. ايوه. وجبت بتاعة مصاصة وبتعملها للجناحين. جبت موتورين، لزقت موتور ورا وموتور قدام. يعني هي عبارة عن 2 موتور، واحد قدام واحد ورا. تمام. قلت جايب لها شاحن بيتشال وبيتحط اهو. وجبت لها علبة كنز وقلت اعمل لها. برافو عليك. في أي سؤال تاني؟ هي محمود. جبت الشاحن منين؟ جاب الشاحن منين؟ كان عنده وقال لك أنا عملت إعادة تدوير لخامات البيئة البسيطة. برافو عليك. الحاجة اللي عنده هو استغلها، بدل ما يرميها راح استغلها. ها سؤال تاني؟ نعم؟ الرجول بتاعت الطيارة، بتاعت المصاص اللي هو الستيك، العصايه بتاعت الايس كريم، الستيك، العصايه الخشب دي هو اللي عامل منها الايه، الارجل. جميله جدا يا محمد، والله انت يعني عملت حاجات حلوه. احنا ممكن ان احنا بخامات بيئه بسيطه جدا ملهاش اي قيمه نقدر نعمل حاجات ذات قيمه عاليه نقدر ان احنا نستفيد بيها في حياتنا. في اي سؤال تاني؟ طيب نعمل سباعيه جميله لمحمد. ابتدي. شكرا يا محمد، ألف شكر.